تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الفشة بطريقة سهلة قوي زي محلات السمين. هنطلع معانا طبق فشة تاكليه مش هتلاقي احلى من كده. هنعمل مع بعض فشة محمرة وفشة بالبصل بطريقة سهلة جدا. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا التركاية اللي انا هحطها في مية السلق هي اللي هتسوي معايا الفشة بسرعة وتطلع معاكي حتة فشة مستوية ودايبة كده في البق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجة انا معايا فشة. الكمية اللي انت عايزاها هاتيها، وابدأي الاول هاتي مية عادية من غير ما تضيفي عليها اي حاجة، وحطيها في الحلة وحطي في قلبها الفشة بتاعتك، والمية بتاعتك ما تكونش غليت ولا حاجة عشان تطلع كل كمية الريم على وش المية زي ما انتم شايفين. هبدأ اشيل الفشة بتاعتي واغسلها واغير الحلة، وابدأ اجيب مية تانية من اول وجديد واحط فيها منكهات الشوربة اللي انتوا بتحطوها في كل شوربة. وهقولك على التركية اللي انا حطيتها فيها هتسوي معايا الفشة بسرعة وتبقى معاكي حتة فشة دايبة ومستوية. انا كده كنت بغلي مية الناحية التانية، احط فيها طماطمايه واحط فيها بصلايه، اي حاجة بقى بتفضليها حطيها. الحاجات ديت اختياري، اللي انتي عايز تحطيه حطيه. واحط معايا فلفل اسمر، يعتبر فلفل اسمر برضو اساسي عشان يشد معاكي اي زفارة. واحط معايا حبهان، احط ورق لوري، كبابة صيني، هحط معايا عود قرفة او نص عود لو العود كبير. اي حاجات المنكهات دي كلها بتشد معاكي الزفارة اللي في الفش. التلات تمرات دول هما ديت اللي هتحطيها في المية بتاعتك، هتخلي معاكي الفشة تدوب معاكي وتستوي بسرعة وتطلع معاكي مسكرة كده وطعمها حلو. طبعا انا غسلت الفشة تاني وهبدأ اسقطها كده في المية ما كانتش غليت برضو للاخر عشان برضو لو فيها اي ريم ولا حاجة تقدري تشيليه. بس طبعا هو في المرة الاولانية اللي احنا شطفناها وحطيناها في المية من غير اي حاجة طلعت كل الريم بتاعها اول باول كده بتشيليه. مفيش 5 دقايق وتغيري المية وتحطي الحاجات اللي انا وريتها لك دي. بتسيبيها بقى على اول ما تغلي معاكي تسيبيها على نار هادية، تهدي وتهدي عليها النار بس ما تغطيش الغطا كله عشان ما تفرش معاكي. وتسيبيها بقى تستوي براحتها، واول ما تستوي كده زي ما انتوا شايفينها تحط السكينة فيها او الشوكة تلاقيها دخلت فيها بكل سهولة كده تكون استوت معاكي. طبعا انا شلتها كلها كده وهشيل طبعا الحلة، وهبدأ اجيب الفشة بتاعتي وابدأ اقطعها. يفضل انت تسيبيها تبرد شوية، بس انا قطعتها وهي سخنة. كل ما تسيبيها تبرد تتقطع معاكي احسن وتطلع معاكي الشريحة ما تتهريش منك. طبعا عايزة تقطعيها بقى طرنشات زي ما انا قطعتها كده وهتحمريها وترش عليها ملح وفلفل وتاكليها كده وخلاص، برضو بتبقى جميلة. عايزة تعمليها ببصل زي ما انا هعملها برضو دلوقتي هوريك الطريقة هنعملها ازاي. انا هعمل النوعين، هقطع نصها طرنشات، يعني هجيب القطعة اللي تطلع معايا طرنشاية حلوة، يعني الاقيها كويسة معايا في طرنشاية زي ما انتوا شايفينها. اسيبها، واللي الاقيها مهرية او الاقيها مش عجباني هقطعها قطع كده زي ما انت تحبي، زي الكبدة كده تقطعيها كده وتشيليها على جنب لحد ما تخلصي الكمية اللي معاكي. زي ما انت عايزاها بالبصل بقى قطعيها كلها قطع صغير، عايزاها تحمريها كلها قطعيها كلها برضو طرنشات، وممكن تقطعيها برضو قطع وتحمريها برضو عادي من غير بصل من غير اي حاجة، بملح وفلفل وخلاص وتاكليه برضو بتبقى حلو. كده انا بطلع معايا كده الطرنشات اللي انا هحمرها، والباقي هحطه في طبق تاني اللي هو اللي انا هقطعه قطع كده واحطه واعمله في البصل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا سيبها تبرد شوية عشان تقدري تقطعي، انا مني بقطعها سخنة برضو فيعتبر فيها بينهري منك عشان لسه سخن. كل ما تبرد كل ما تقدري تتحكمي فيه، وما تسويهاش قوي زيادة عن اللزوم عشان تقدري تتحكمي فيها ما تبقاش مهرية منك قوي. يعني لو انت سويتها زيادة عن اللزوم تيجي تطلعيها وتيجي تقطعيها مش هتقطع معاكي طرنشات كده خالص، هتهري منك لانك سويتيها زيادة عن اللزوم.
لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده معانا كده الزور برضو قطعناه. هحطه في اللي انا هعملها ببصل. طريقتها سهلة جدا يا جماعة، جربوها. احلى بكتير ما تعمليها بصلصة. طريقة الناس بتوع السمين بيعملوها كده بالبصل بالتوابل، بيحمروها بس كمان ساعات من غير بصل، بتبقى طعمها احلى كمان من اللي هي تحطيها في صلصة. وطبعا الاكل ده اذواق. اول حاجة كده هنجيب مع بعض حتة سمنة بلدي لو عندك. ما عندكيش يعني يفضل سمنة بلدي، بتديها طعم حلو. او حتة دهن عندك برضو لو انت عاملة دهن. وتسخنيه جامد في الطاسة بتاعتك، وتبداي تنزلي بالترانشات بتاعه الفشه بتاعتك تحمر. يعني انا هحمر الكميه الاولانيه، الطبق الاولاني اللي انا هحمره و... وهشيله وابدا اعمل الجزء التاني بتاع البصل. كده السمنه بتاعتي ساحت كده خالص، وتسيبيها لحد ما تسخن قوي، وتبداي تحطي فيها الفشه عشان تتحمر معاكي كويس وما تلزقش معاكي في الطاسه. يا ريت تكون طاسه ما بتلزقش عشان تقدري تحمريها حلو. رصيهم كده وما تشيلهاش، اصبري عليها مثلا يعني 5 دقايق ولا حاجة كده لحد ما تاخد لون من الناحية دي. لو انت بتحبيها محمرة قوي بترشي عليها برضو رشة ملح كده من فوق. واما تقلبيها الناحية التانية برضو رشي عليها رشة ملح وفلفل اسمر كده من فوق، وسيبيها براحتها كده تاخد وتدي مع نفسها. هتطلع معاكي فيش دايبة وطعمها جميل جدا. جربوا الطريقة دي يا جماعة، بتعجبكم قوي. اي كده انا حمرت الجنب ده، اقلبه بقى على الناحية التانية، وبرضو هرش لها رشة ملح ورشة فلفل. وخلاص بتبقى كده جاهزة معاكي على الأكل على طول. بس يا ريت تاكلوها وهي سخنة عشان لما تبرد ما يبقاش فيها جرمزة أو مدهننة. يعني تفضل انت تاكلها وهي سخنة. الحاجات بتاعت السمين بالذات كلها كبدة وفشة والحاجات دي كلها يفضل تتاكل وهي سخنة. يعني تحمريها لو انت مش هتاكليها دلوقتي. طلعيها من المية زي ما انا عملتها، سلقناها وقطعيها واركنيها في جنب، او سيبيها من غير ما تقطعيها، وما تيجي تاكلي قطعيها ساعتها وحمريها. كده كده اللي هي متحمرة كده خلصت معايا، بدأت اشيلها كلها زي ما انتم شايفين. وهبدأ اجيب معايا بقى بصلاية كبيرة على حسب الكمية اللي انت عاملاها. من الفيش هتحط البصل، وعلى حسب برضو ما بتحب البصل بتاعك قد ايه. شايفين شكل الفشة متحمرة عاملة ازاي؟ دايبة معاكي شايفين دايبة خالص. في نفس الطاسة مطرح برضو السمنة اللي كانت موجودة هحط بقى بصلاية كبيرة وعلى حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. وهبدأ برضو ادبلها كده بشوية ملح واشوحها كده تشويحة بسيطة كده. وهبدأ انزل برضو عليها بقرن فلفل حامي لو انت حباه. لو مش حابة فلفل حامي حط فلفل بارد عادي، ولو مش عايزة فلفل خالص برضو مش مشكلة. بس الحاجات دي كلها بتنجه يعني معاكي حتة الفشة بتاعتك. وكده البصل بتاعنا والفلفل دبلوا شوية، هننزل عليهم بالفشة بتاعتنا المتقطعة هي والزور لو بتحبيه. وتبدأي بقى تقلبيهم مع بعض، وتنكهيها بقى بالبهارات اللي انتي عايزاه. هتحط لها ملح، هتحط لها برضه رشة فلفل، رشة كمون. ما تكتريش في البهارات عشان طعمها يبقى مميز كده وطعمها يبقى حلو. هنحط عليها برضه فصين من التوم كده قطعه شرايح، او معلقة توم صغيرة مفرومة. وتبدأي تشوحيها كده لحد ما تدبل معاكي كده برضو وتاخد اللون. لو انتي بتحبيها متحمرة قوي تانيكي قلبي فيها لما تتحمر معاكي. لو انتي مش عايزاها متحمرة قوي تشويحتين كده وخلاص وتبقى جاهزة معاكي. وممكن تحطي عليها معلقة دبس رمان صغيرة هتطعمها معاكي برضو. هي كده خلاص خلصت. لا عايزاها محمرة اكتر من كده برضو تقدري تقلبيها كمان شوية، عايزاها اقل من كده انتي برضو تقدري تحكمي فيها براحتك. بس هي كده في الوسط حلوة متحمرة معايا برضو وطعمها، والبصل بتاعي
دبلان كده، مش عايزاه برضو محروق، انا عايزاه يعتبر نص سوا كده، يبقى طعمه مسكر معاكي، يديكي تسكيرة في قلب الفشة بتاعتك. طريقتها سهلة جدا يا جماعة، جربوها لو ما بتحبوش الفشة بالطريقة دي ان شاء الله هتحبوه. غير اللي انتي بتعمليها في الصلصة، وفي ناس بتعملها برضو بصلصة وبتحطها مع الكرشة، برضو بتبقى طعمها حلو. بس انا بفضل الطريقة بتاعت البصل والفلفل دي، بحسها يعني متشوحة كده وخفيفة، زي الكبدة والحاجات السمين اللي احنا بناكلها عند محلات السمين، بيبقوا عاملينها كده، ما بيعملوهاش بصلصة ولا حاجة. وهبقى اعمل معاكم مرة برضو الفشة، بعملها برضو بالبصل كده واشوحها، او احمرها برضو بسمنة بلدي، بتبقى جميلة قوي. يا رب طريقة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتم بحاجة مني النهاردة. لو عايزين اي حاجة مني اكتبولي في التعليقات، ان شاء الله هعملها لكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.